تخيل نفسك تلمس حجر يرجعك 200 سنة لورا. هو ده اللي حصل لكلير في اوتلاندر. مسلسل اوتلاندر مسلسل تاريخي رومانسي بيحكي عن كلير الممرضة اللي كانت مسافرة مع جوزها اسكتلندا، وهي بتستكشف شوية حجارة موجودة على تلة بيغمى عليها، وبترجع بالزمن 200 سنة لورا. تصحى تلاقي نفسها في مناوشات بين ثوار المرتفعات في اسكتلندا وعساكر الجيش الانجليزي. المسلسل ده مكون من 7 أجزاء، ولكن اول 3 أجزاء منه بيتكلم على فترة مهمة قوي في اسكتلندا، واللي انتهت بمعركة كلودن، واللي خسر فيها الاسكتلنديين خسارة كبيرة قضت تقريبا على فكرة القبائل في اسكتلندا. طب خلينا نشوف ايه قصة ثورة اليعقبة دي. في القرن ال18 كان في صراع ديني سياسي في انجلترا بين اتباع الملكة ماري ستيوارت اللي كانت بتطالب بالحكم لابنها جيمس ستيوارت، وبين اتباع الملك جورج الاول. وكان الصراع ده ليه ابعاد مختلفة، بعد ديني بين الكاثوليك والبروتستانت، وبعد سياسي قديم بين الاسكتلنديين والانجليز اللي كان ما بينهم حروب من زمان. ولكن اسكتلندا كانت في الوقت ده جزء من انجلترا ولا زالت لحد النهارده. كل الناس دي عملوا ثورة سموها ثورة اليعقبة. كلير بقى وصلت اسكتلندا في الوقت ده اللي الثوار كانوا بيلموا تبرعات ويجمعوا نفسهم عشان الثورة. ولما خدت بالها ان ده بداية ثورة اليعقبة، قالت لجيمي انها قرت ان الثورة دي هتفشل وهتداسوا وتتهزموا في معركة كلودن كمان 2 سنين بالظبط. قال لها ايدي في ايدك نغير التاريخ، وطبعا فشل وراحوا بسرعة الصاروخ لمعركة كلودن. في الوقت ده جه تشارلز ستيوارت وحمس الاسكتلنديين انهم يخشوا حرب ضد انجلترا، وقال لهم ده لسه في انجليز هيدعمونا وفرنساويين هيساعدونا. وبالفعل فازوا في معركتين. وقرر تشارلز انه هيروح ب 6000 مقاتل لندن. كان في الوقت ده انجلترا بعت 3 جيوش، وكان رأي تشارلز انه يتجاهلهم ويروح على لندن. وهنا زعماء العشائر الاسكتلندية اتجننوا، اللي هو احنا مبعوت لنا 3 جيوش كل جيش فيه 10000 مقاتل. Give the command to charge while there is still a chance. حصل انقسامات كتير، ده غير ان الاكل والتسليح قلوا كمان. كان جيش تشارلز ستيوارت حصل له حالة ضعف في الوقت ده. وهنا حصلت معركة كلودن اللي راح فيها بين 1500 ل 2000 اسكتلندي بين قتيل وجريح، والمعركة خلصت في ساعة بالظبط. كانت انجلترا قضت على جيش اليعقبة، وتشارلز ستيوارت هرب واتحمى في فرنسا، وماتت احلام الثورة بالنسبة له. لكن الموضوع ما انتهاش بالهزيمة في الحرب وهروب تشارلز، وطلعت اوامر بقتل كل اسكتلندي سائر فورا، واتفتشت البيوت واتضرب بالنار كل اسكتلندي لقوا معاه سلاح. وكلودن كتبت نهاية العشائر في المرتفعات الاسكتلندية. بس عامة المسلسل ما وقفش عند اسكتلندا، هما بقالهم 3 مواسم في امريكا دلوقتي. سيبك من كل ده، اهم حاجة ان جيمي وكلير لسه مع بعض. واشوفكم المرة الجاية مع حلقة جديدة من مسلسل جديد او فيلم جديد.